السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة هنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل ايه يا ترى على الغدا بتاعنا النهاردة؟ هنعمل ملوخية خضراء يا جماعة. معانا اهي، معانا ملوخية خضراء طازة لسه جاية من السوق اهي. هنشوف هنعمل ايه جنب الملوخية دي بإذن الله. مع بعض هنقطفها كده وهنرجع لكم تاني. حبايب الملوخية حطيناها في مية طبعا، نزلت اي حاجة فيها اهوت، او فيها رملة فيها تراب اي حاجة كانت موجودة فيها نزلت اهو، وصفناها في مصفى كده. وهنبدأ نفردها على الصينية عشان ننشفها. ومعنا طبعا لحمة اهيت اهي زي ما احنا شايفين كده. حطينا حلة على النار هتغلي، فيها بصل وطماطم وفلفل، تبدأ تغلي معانا كده ان شاء الله. وهننزل عليها باللحمة. المية غلت يا جماعة اهيت. معنا طبعا اللحمة اهي غليت يا جماعة. المية معانا اهيت ومعانا قطع اللحمة اهي اهي يا جماعة، الله اكبر عليها. هنبدأ ننزل كده اهيت، ننزل كده المية بتاعتنا. معانا طبعا التوابل، معانا فلفل اسمر، كمون، كزبرة ناعمة، وبهارات لحمة، وجوز الطيب، ورق لورا اهوت. نغطي عليها كده ان شاء الله على نار عالية. اول ما تغلي معانا هنبدأ نهدي عليها النار. حطينا يا حبايبي حلة على النار اهوت، فيها معلقة زيت ومعلقة زبدة ساحوا معانا اهو. هنبدأ هنعمل رز بالشعرية ان شاء الله. هنحمر الشعرية كده مع بعض. تبدأ تحمر ان شاء الله معانا كده. وهنغسل نص كيلو رز برضو، وهننزل عليها الشعرية بإذن الله بعد ما لونها. هوريكم لونها ان شاء الله قبل ما ننزل بالرز. الشعرية يا حبايبي اهي لونها اهو زي ما احنا شايفين اهو. خلاص كده هنبدأ نضيف الرز. معانا نص كيلو رز مغسول اهو، مصفين ميته خالص. هننزل كده ان شاء الله على الشعرية بتاعتنا اهو. نشوحهم كده ان شاء الله اهو. اهم حاجة يا جماعة التشويحة دي.
نحط شوية ملح كده ونشوح قبل ما نزود الشوربة. يا جماعة شوحناه كده ان شاء الله كده واقف على الزواد. هنطفي عليه طبعا لان احنا مش محتاجينه دلوقتي الغدا، لسه معانا شوية كده. جبنا يا جماعة 2 كيلو طماطم اهوت من السوق. طماطم نزلت شوية الحمد لله ما شاء الله، هي 2 كيلو ب25. هنبدأ نقطعهم كده نصلصهم ان شاء الله. معانا حلة فاضية اهي، هنبدأ نقطعهم نحطهم في الفريزر كده ان شاء الله نسحب منهم. قطعناها يا حبايبي اهوت بالنظام ده. ولعنا عليها النار، نحط عليها معلقة ملح كده، معلقة زيت، ده ان شاء الله يغلوا مع بعض. معنا ايه كمان يا جماعة؟ معنا جوافة هم اهي، معنا 3 كيلو جوافة، كيلو ونص ب10 برضو اهي. طبعا جايبين نوع كده للعصير، في نوع تاني في التلاجة جايبينها للأكل اهي يا جماعة. هنقطعها كده ان شاء الله وهنكيسها ونحطها في الفريزر، نسحب منها ان شاء الله كده حبينا كده عصير، نشرب عصير كده بعد الاكل. قطعناهم يا حبايبي هما وكيسناهم كياس كده اهي. نحطهم باذن الله في الفريزر، نسحب منهم تبقى تحت ايدينا اهوت. زودنا يا حبايبي الرز اهو، هنبدا بقى نغطي عليه كده هيغلي معانا ان شاء الله. نار عاليه طبعا عليه، اول ما يبدا يغلي كده هنهدي النار عليه ان شاء الله مع بعض، وهنبدا بقى نخرط الملوخيه بتاعتنا. زبده اهو نحمر التومه اهي بتاعت الملوخيه، نشوحها كده اهو. حطينا عليها طبعا على حاجة بسيطة كده كزبرة ناعمة، ربع معلقة كده. خرطنا الملوخية اهي، خلاص اهي التوبة حطينا عليها الشوربة بدأت تغلي معانا اهي. اهو يا جماعة شوفوا القوام بتاعها اهو. احنا عملناها معاكم قبل كده بس بطريقة تانية غير دي خالص، شافها معانا قبل كده، ودي الطريقة التانية طبعا اهي. الملوخية يا جماعة خلاص كده هنبدأ نغرف، والرز اهو كمان ان شاء الله اهوت. وكده يا حبايبي نكون غدانا زي ما احنا شايفين اهوت. معنا ملوخية خضرا اهي، وادي الشوربة وادي الرز اهوت، واللحمة معانا اهي استوت خالص. وده غدانا معاكم النهاردة. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.